النهارده بقى جايين نعمل تحدي. هو مش تحدي بقى ايه اكل وشرب والكلام ده، لا بصراحه احنا طبعا زي ما الناس عارفه الظروف مش احسن حاجه مع كل الناس، فاحنا قررنا النهارده ان احنا نعمله بقى حاجه ايه يعني جديده مختلفه، منها ان احنا مكان عائلي استني بس اما نقول للناس مكان عائلي منها ان احنا نخرج ونغير الجو وكده، ومنها ان احنا ايه نقتصد شويه عشان الدنيا رايحه في سكه مش دي ايه 200 جنيه. بس بقى انا هقول لكم ايه التحدي. احنا قررنا ان احنا النهارده نخرج نتغدى ونحلي احنا الاثنين ونشرب احنا الاثنين، كل ده ب 200 جنيه. ازاي ما نعرفش هنتشقلب بقى اللي هو هنتغدى ونشبع وبعد كده نحلي وبعد كده ممكن نجيبه هنفوتوا معانا ما تقلقوش، انتوا عارفوا كل مشروب كمان ان شاء الله ب 200 جنيه. ازاي بقى؟ بركه ربنا ده رقم واحد. تاني حاجه بقى ايه يعني ربنا يسهل كده ويوقعنا كل التفاصيل، وكمان عشان لو حد بيفكر ان هو يعمل زينا كده يقدر ان هو يعمل زينا كده، يعني يعتبر انت 100 وانا 100. يعني تكلفه كل فرد بالظبط كده، اللي هو طبعا مفيش حد بيخرج ب 200 جنيه دلوقتي. لا مفيش الكلام ده، لا بس احنا هنعمله. ما انا بقول لك مفيش حد بيخرج ب 200 جنيه، ده اقل واجب 300 جنيه. ده بص يعني اقل كده انت فيست يعني ب 100 جنيه ده كده ده كده بصي يعني اعمل الصح يعني. هنوريكم بقى احنا هنعمل ايه ب 200 جنيه دي، وتابعوا معانا بقى اليوم. خليكم معانا بقى طول الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واللي مش مشترك في القناه يدوس على علامه الاشتراك وعلامه الجرس ويفعلها على الكل عشان يشوفوا كل فيديوهات جديد بقى، تحديات بقى وخروجات بقى ومقالب وحاجات كتير حلوه كده. استنونا في بقيه اليوم. يلا احنا بقى قررنا ان احنا نصرف اول فلوس من 200 جنيه دلوقتي، فاحنا رايحين مكان بيعمل اكل، بيعمل برجر اسمه RPG. هنروح بقى دلوقتي، احنا ماشيين على اللوكيشن المفروض ورايحين دلوقتي كده نجربه، لان احنا شفنا عنده بصراحه ريفيوهات حلوه قوي، وفي ناس كتير جدا قالت ان الاكل بتاعه طعمه حلو وفي نفس الوقت كمان اسعاره حلوه، وده طبعا هيمشي معانا في التحدي بتاع النهارده. فاحنا قررنا كده ان احنا نروح ونشوف كده نجرب بنفسنا يعني، ونشوف الاسعار، وهنصور لكم طبعا الاسعار والاكل وهنقول لكم راينا فيه، وعشان لو بعد كده حبيتوا تروحوا وتصرفوا قليل يعني تعملوا التحدي ده او من غير تحدي، يعني احنا كلنا بقينا عايزين ننزل وما ندفعش فلوس كتير في عز الظروف الغاليه اللي في كل حته دي. فخلينا كده دلوقتي نروح ونشوف، وخليكم معانا. وصلنا اهو المكان، هو صغير قوي، هو المكان صغير كده زي ما انتوا شفتوا، بس بيقولوا ان هو نينجا. هنشوف بقى هو صغير ونينجا ولا صغير كده على الفاضي. هنا وصلنا اهو المكان، وهنا كده من شارع جميلة ابو خالد اهو المكان، وهنصور لكم المنيو وحطه اصلا على جنب المنيو اهو. احنا هنصور لكم الفيديو عشان تشوفوا الاسعار. النهارده كان حلو قوي والاكل بتاعه شكله تحفه بصراحه، وهو بيشتغل كل حاجه بايده قدامنا كده زي ما انتم شايفين. فاحنا دلوقتي هنروح نطلب وهنقول لكم احنا طلبنا ايه. ننزل هنا الفاتوره عشان نتاكد دفعنا كام. 130 جنيه في 2 برجر باللحمه ومعاهم بطاطس. هوريكم بقى دلوقتي هو بيعمله حاجات كلها بتبقى قدامنا.
ندوق دي. فاحنا هندوقها، شكلها خطير بجد. هندوق كده ونقول لكم ايه رايكم، ايه راينا، لان هي شكلها تحفه بصراحه، شكلها يجوع. البطاطس بالجبنه رهيبه. انا مش قادر. انت دقنك اتبهدلت جبنه. انا اتبهدلت كلي اساسا. لا بس الاكل جامد بصراحه. طاسه الجبنه دي رهيبه، بطاطس بالجبنه بس تحفه بجد، طعمها حلو قوي بجد يا جماعه. الراجل ده اكله حلو جدا، والمكان صغير بس نينجا. الاكل عنده نضيف جدا، وطعم صوص الجبنه رهيب بجد ما شاء الله يعني، ونضيف. هو بيعمل الاكل وكل حاجه قدامك يعني، مش زي المطاعم الثانيه بقى اللي هو المطبخ جوه انت مش عارف هو بيحصل فيه ايه. لا هو بيعمل كل حاجه قدامك بصراحه، والاكل لا عظمه جميل بجد والله. لا الاكل جميل بصراحه ما شاء الله. الفطور بتاعت الشيدر مش تاكله بره. لا الجبنه بصراحه تحفه بصراحه. لا الجبنه تحفه. هقول لك ليه. الصوص الشيدر بره بتخفف الميه. انا شغاله بلبن باين انت هنا الطعم باين والخامه باين تمام صراحه. والجبنه اللي انا حاشيها لك جوه دي جبنه افانتي. ما اجيبش بقى صوابع الشيدر. انا عايز اقول لك ان احنا الحاجات ام بلاش ديت احنا اتفقنا فيه لان طعمه حلو. يعني احنا كنا خلاص مش قادرين. لا الشيف تسلم ايدك والله، وبجد يعني 10 على 10. شكرا ليك. طبعا اكلنا دلوقتي محتارين بقى. احنا واقفين هنا عند مش عارفه باين اسمه ولا لا، بلبن، وعند كنافه وبسبوسه. محتارين ناكل ايه بصراحه. انت عايز تاكل ايه؟ انا مش عارف بعد الاكل اللي احنا اكلناه ده الموضوع بصراحه انا نفسي اكل ايس كريم. انت نفسك تاكل ايه؟ مش عارف، بس انا نفسي هفاني على رز بلبن. طب خلاص لو كده بقى يبقى بلبن، يبقى ايس كريم ورز بلبن. ما لو بس نشوف البادجت بس. لا ما ان شاء الله هنحاول نقارن بين ده وده ونشوف. لا خلاص، ما هو انا عايزه اكل الايس كريم يبقى من بلبن بقى، لان مش كنافه وبسبوسه ما عندوش. هنحاول نقضي اليوم. ماشي، ما هو لسه احنا معانا كام؟ معانا 70 جنيه. احنا معانا 70 جنيه. طيب ده لسه ده عال قوي كده. طب يلا بينا بقى. نشوف بس المنيو. نجيب ايه؟ انا عايزه اكل ايس كريم. هو الايس كريم ب 15 جنيه، وهاتي واحده كومبو. يعني انا ايس كريم. ايوه انا باخد لبن. ايس كريم. يعني كده انت 20 يا فرج الله. يلا 40 جنيه يا جماعه، عمار يا مصر والله. ده احنا كلنا وحطينا لسه معانا 30 جنيه. مش عارفين نقول ايه بصراحه. بس احنا ناس موفره جدا يا جماعه. جبنا ايس كريم وجبنا رز بلبن ب 40 جنيه وصرفنا 130 جنيه في الاكل، يبقى كده 170. لسه معانا 30 جنيه يا جماعه. احنا جامدين قوي يا جماعه. احنا مش قادرين بجد اصلا والله، مش قادرين اصلا ناكل الرز بلبن والايس كريم دول. بس احنا نينجا بصراحه. بس كده يا جماعه. الحمد لله. طبعا كنتوا معانا طول اليوم. احنا مش قادرين اصلا نكمل بقيه يعني الشرب يعني. احنا اكلنا يعني وحلينا بس مش قادرين نشرب حاجه بجد. احنا اتبقى معانا من 200 جنيه 30 جنيه. يعني احنا صارفين في اليوم كله 170 جنيه. فده بصراحه احنا اكلنا بس احنا ما شربناش. يعني 30 جنيه قول مثلا هنجيب عصير ب 10 جنيه او بيبسي، هيتبقى معانا 10 جنيه كمان. او بيبسي او اي حاجه يعني. بس احنا الصراحه احنا ركبناها مش قادرين. او لو حد بقى ليه كيف مثلا يشرب كوبايه شاي برضو هتعمل شغل عادي. يعني 200 جنيه خروجه ولا بصراحه يعني. والاكل اللي احنا كلناه الصراحه من عند اسمه ايه ده RPG الصراحه. الساندوتش كان اسمه F16 كان جامد بصراحه. وانصح اي حد من اسكندريه ان هو يروح له بجد. يعني بيقدم خامه مش موجوده في مطاعم كبيره والله. مش دعايه واعلان. احنا بننقل تجربه يعني حصلت معانا وعايزينكم تجربوا ان شاء الله. خليكم معانا بقى الفيديو الجاي عشان نشوف التحدي الجاي هيبقى ايه او المقلب الجاي هيبقى ايه على حسب يعني هنشوف. وخليكم معانا وتابعونا وهتعملوا لايك سبسكرايب، واللي مش مشترك يشترك عشان يجيله كل الفيديوهات اللي احنا بقى هنعملها بعد كده. هتوحشونا يا احسن ناس في الدنيا. يلا.